هاي، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن ما الذي يمتلكه البشر. أنا عارفة ممكن يكون من عنوان الفيديو غريب شوية، ولكن ما هو إلا تذكير فقط للصفات البشرية أو الصفات الآدمية اللي الله سبحانه وتعالى خلقها وأودعها فينا من جوه. هنتكلم على كذا بوينت. أول بوينت هي الحرية، تاني بوينت وهي الفطرة، تالت بوينت وهي التفكر أو العقل، رابع بوينت وهي الطاقة. كنت حاطة نقطة 5 ولكن عملت لها سكيب علشان الفيديو ما يبقاش طويل. لو حابين اتكلم لكم اكتر عن ما الذي يمتلكه البشر او الفيديوهات اللي ليها علاقة بالكلام ده، قولوا لي برضو اتكلم لكم عن العنوان ده اكتر. يلا بينا نبتدي بدون تطويل. اول نقطة وهي الحرية. الحرية يندرج تحت بند الحرية النفسية والحرية البشرية اللي هي يعني للأشخاص اللي حواليا، والحرية اللي ليها علاقة بالحيوانات. خلينا ناخدها نقطة نقطة. أول حاجة الحرية اللي ليها علاقة بي أنا شخصيا، إني لا أكون أحمل أي نوع من أنواع الضغط أو الكبت أو الغضب المكبوت جوايا، ولو أنا عندي أطلع الغضب ده وأحرره من جسمي وأخرجه بره عن طريق الرياضة أو عن طريق الحركة أو عن طريق التنفس. تاني نقطة وهي الحرية للأشخاص أو للبشر اللي حواليا، إني أبقى متأكدة جدا 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 ما كنش حاطة شخص تحت ضغط. أيا كان الشيء اللي أنا حاطة الشخص تحته لازم أحرره من هذا القيد، لأني أنا بأيده، بعرقله، بعمله سجن من الأفكار أو حتى التوقعات أو حتى الضغوطات. ممكن أنا أكون حاطة شخص في ضغط معين أو ضغط شديد، كمثلا أكون عاوزة بنتي تدخل كلية من الكليات المعينة وهي مش عايزة الكلية دي، فأنا لازم أكون حاطاه تحت هذا البند اللي هو لازم تدخلي الكلية دي. لازم أحاول أفرق ما بين معتقداتي وأفكاري ومعتقدات غيري وأفكاره. بنتي مش جاية الكون تكمل نفس الأشياء اللي أنا عملتها. هنتكلم في النقطة دي في النقطة رقم 2 اللي هي الفطرة. ندخل تحت الحرية اللي ليها علاقة بالحيوانات. محبسش طير في قفص أو أعذب حيوان، أو حتى أربي حيوان أليف هو مكانه الغابة أو مكانه البحر أو غير أليف وأحطه عندي في البيت. الحرية لكل الحيوانات اللي الله سبحانه وتعالى خلقها لمكانها المناسب. النقطة رقم 2 والبوينت دي مش ناس كتير قوي بيتكلموا عنها، وهي الفطرة. مش عارفة بصراحة ليه أشخاص كتير قوي ما بتكلموش في البوينت دي، ولكن هي سبحانه وتعالى الله عامل لنا آية جميلة جدا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقه. لا تبديل لخلق الله، بمعنى ان انا محاولش ازرع قيم ومبادئ مختلفة تماما غير القيم والمبادئ اللي الله سبحانه وتعالى خلقها فيا. ممكن تشوفوا الكلام اللي انا بقوله ده مش مناسب شوية، ولكن ما هي الا ضغوطات ممكن احط شخص عليها هو يبقى شايف عكسها، فانا احاول ازرع فيه المبادئ اللي انا شايفاها له صح. بمعنى ان شخص يبقى عاوز يدخل كلية معينة وانا اقول له لا، وانا افرض عليه كلية احسن، كلية افضل تعليميا او حتى مناسبة اكتر لسوق العمل. هو افكاره تكفيه، فطرته تقوده، وليست فطرتي ولا حتى افكاري للاستفادة الشخصية فقط. وما تنسوش ان تجارب المرء غنائمه ولو اورثته هموما واحزانا. فالتجارب بتاعتنا دي لنفسنا، وحتى لو ورثت لنا هموم واحزان فهي كده كده تجاربنا الشخصية اللي احنا اتعلمنا منها. ما حاولش ابدا افرض تجاربي الشخصية او افكاري على اي شخص تاني. وكمان بوينت مهمة جدا، هو لازم يجرب، لازم يتعلم، لازم يشوف. ما افرضش وجهة نظري، ما حطوش في ضغط، ولكن
اسيبه، let him go، اطلقي سراحه، خليه هو يعمل اللي هو عاوزه، ومهما حصل التجارب هتبقى مفيدة ليه ولو أورثته هموم وأحزان. في البوينت دي برضو ممكن نتكلم عن الإنسان والإله، إن الله سبحانه وتعالى جوانا مهما تعددت الديانات، مهما كثرت في 1000 دين، في 300 دين، في 100 دين، في دين واحد، فهو كده كده فطرة الله التي تقوده دائما، وإن الله سبحانه وتعالى موجود جوانا في قلوبنا وفي عقولنا. الله سبحانه وتعالى قايل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بمعنى ينوب عني أو يخلفني. فالله سبحانه وتعالى مزروع جوانا، ولو كلنا فتشنا بعد الأشياء الغلط اللي احنا عملناها هنلاقي ربنا حاطط لنا آيات للاستغفار، آيات للمسامحة، للهدوء النفسي، لأن ما أنبش ضميري، ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الاتنين ما نقساش على اللي حصل ما نقساش طبعا على نفسنا بسبب اللي حصل، وما نفرحش قوي قوي باللي هيجي. النقطة رقم 3 وهي الطاقة، وهي الانرجي اللي موجودة عندي. الطاقة لا تخلق ولا تدمر. بصراحة أنا بحثت عن الطاقة على جوجل، فجاب لي البوينت دي أو المعلومات دي، الانفورميشنز بتاعته اللي ليها علاقة بالطاقة. فهو كان كاتب الطاقة لا تخلق ولا تدمر، ولكن الطاقة بمفهومي أنا. عاوزين تفهموها فهموها، عاوزين تاخدوا المفهوم خدوه. الطاقة تخلق ولا تدمر عندي، يعني أنا شخص أخلق طاقة عن طريق الأكل، عن طريق الشرب، عن طريق التنفس. كل دي طاقات أنا بعملها في اليوم، ومن خلالها بوصل لنتائج بتتحول من شكل إلى آخر. الأكل بيتحول من طاقة أكل وطاقة هضم إلى طاقة بناء جسد، فجسدي بيتبني عن طريق الأكل. فالأكل بيحولني من حالة إلى حالة، من حالة صغر إلى حالة كبر. فالطاقة تخلق بإني برضو أزرع الزرع، بيبقى بذرة، فبالتالي مع الوقت طاقيا مع الوقت بيتحول إلى ثمرة ليها علاقة بالطعام. لحد هنا يبقى الفيديو خلص. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لو الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.